بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم. انتهت امبارح الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، وكده انتهت المرحلة الأولى من الدوري السنة دي، اللي هو بيتقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى وبعد كده هيقسموا الجدول مرحلتين، من المركز الأول للمركز التاسع، وينافسوا على الدوري. ومن المركز العاشر للمركز 17 أو 18 ينافسوا على الهبوط، 9 فرق وتسع فرق. نيجي للمركز المراكز الأولى اللي هي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود، في مفاجأة كبيرة إن هم بيضمنوا البقاء من المرحلة الأولى. عاملين شغل ممتاز بتروجيت وحرس الحدود. بيراميدز والأهلي أعتقد إن هم ينافسوا على الدوري، والزمالك ممكن ينافس على مركز ثاني وممكن يضمن بقائه في المركز الثالث. ولو الكاف ادى مركز ثالث لمصر في دوري ابطال افريقيا، كده يقدر يشارك في دوري ابطال افريقيا. المصري والبنك الاهلي اعتقد هينافسوا على المركز الرابع. سيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود هيلعبوا ماتشات، هيحاولوا يحسنوا من مركزهم في الجدول، لكن مش اكتر من كده. نخش بقى على الجدول المرحلة التانية، اللي هم الفرق من العاشر لغاية 18. زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت. زد وطلائع الجيش وسموحة بنسبة كبيرة يعني بعيد عن المنافسة عن الهبوط. مودرن موقفه سيء جدا، والإسماعيلي أسوأ وأسوأ. غزل المحلة قادر إن هو يتجنب الهبوط. فرقة كويسة هي. آخر كام ماتش هم خسروا نقط كتير، فعشان كده هبطوا المرحلة التانية. إنما إسماعيلي وإنبي ومودرن في مركز خطورة، والإسماعيلي خاصة عن نادي جماهيري بينافس على الهبوط، ولو ما حسنش من أدائه في المرحلة التانية، خاصة الماتشات كلها هتبقى صعبة. الماتشات هتبقى كلها فيها تنافس، خاصة إن مفيش حد بعيد عن مركز الهبوط. الاتحاد السكندري 18 نقطة، مش بعيد خالص عن 12، وهم ماتشين. مودرن سبورت ممكن يحسن موقفه بعد ما عملوا تعديلات في الإدارة الفنية، ومسك النادي بن شيخة ومعاه عبد الظاهر السقا. ممكن يحسنوا. كان أداءهم كويس قدام المصري، لكن المصري كان قوي وكسب بسكور. لكن هي كفرقة فيها لعيبة كويسة، ممكن تقدر تنافس وتطلع من المأزق اللي هي فيه. إنبي فرقة كويسة، لكن ممكن تهبط. أنا أتوقع إن إنبي والإسماعيلي ومودرن هي المنافسة محصورة بين التلات فرق دول، إنما غزل المحلة والجونة والاتحاد السكندري بعيد. نخش بقى على ماتشات النادي الأهلي في المرحلة التانية، وهي المنافسة على الدوري المصري الممتاز. وهل الأهلي هيقدر ينافس، هيقدر ياخد البطولة السنة دي من بيراميدز، ولا بيراميدز هيقدر يحقق أول بطولة دوري ليه في تاريخه؟ أعتقد إن بيراميدز محتاج يتعادل مع النادي الأهلي ويكسب ماتشاته الباقية في أقل حاجة، ويقدر يحقق البطولة. ماتشات الأهلي هتبدأ يوم 11 مارس. مباراة قمة الزمالك يوم 11 مارس، مباراة قمة الدوري المصري، قمة الوطن العربي، الأهلي والزمالك في منافسة قوية جدا. الزمالك برضه هيحاول يكسب عشان جماهيره، والنادي الأهلي هيحاول يكسب كل ماتشاته عشان يقدر يحقق الدوري. وكمان بعدها بيراميدز. الأهلي قدامه ماتشين ورا بعض أقوى من بعض، هما الماتشين يعتبروا اللي هما منافسة على الدوري، الزمالك وبيراميدز. الزمالك يوم 11 مارس الساعة 9:30 مساء، وبيراميدز يوم 12 إبريل. وكل ده عشان في منافسات دوري أبطال أفريقيا وفي توقف دولي، عشان كده الوقت بعيد من 11 تقريبا شهر بين ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. ويخش النادي الأهلي بعد كده، بعد مباراة الزمالك ومباراة بيراميدز، هيلعب مع بتروجيت يوم 30 أبريل الساعة 7، ومع حرس الحدود يوم 4 مايو الساعة 7 برضه. وهيلعب بعد كده يوم 8 مايو مع المصري، ماتش قوي جدا برضه. والمصري فرقة كويسة جدا جدا جدا، وعاملين مستوى عالي مع نسبة جلبان. وهيلعب مع سيراميكا كليوباترا يوم 13 مايو الساعة 4 عصرا. وبعد كده هيلعب مع البنك الأهلي يوم 17 مايو الساعة 7 مساء. وفي الختام يوم 18 مايو هيلعب مع فاركو.
ولسه ما تحددش ميعاد وقت في مباراة فاركو، لكن الماتش هيبقى يوم 28 وهيبقى نهاية الدوري يوم 28 مايو إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، واستنونا في تحليل مباراة الزمالك فيديو تاني إن شاء الله.